الفيديو اللي درت لكم اخوتي البارح قلت لكم راه ما كاينش الصلح، وقلت لكم انا راه سمعت بودني اورغانزا قالت ما غيكونش الصلح، وحتى الا كان الصلح غيكون اعتذار للجميع وجميع القنوات اللي تقاسوا في هذا الموضوع. وقلت لكم راه غادا دير اللايف، دويت لكم على البارح وفعلا داكشي اللي قلت لكم يعني راه حقيقه ما كذبتش عليكم، وفعلا السيده خرجت بتوضيح وترفض الصلح. غزينو ملي خرجت تقفقف اختي، انا ما درت والو، انا رديت غير على راسي، انا ما درت حتى شي حاجه، انا غير اقحمت ديك الفلسفه الخاويه ديالها. المهم اخوتي تفاصيل كامله غادي تعرفوها، السيده كتصيفط في الخاص عرفت راسها غرقات، فهذه تفاصيل كامله غادي تعرفوها معايا في هذا الفيديو الخرجه ديالها البارح. فرجاء نخليكم في هذا الفيديو من الاول الى الاخير. كنشكر الناس اللي كدير لايك وبارطاج، كنشكر الناس اللي معايا هنا في الشاط. ها واحد البوسه لكم وغادي ندخل معكم ديريكتومون في الموضوع اخوتي. غنبداو بغزينو، بدات لينا كدير دور الضحيه، عرفتوا واش كدير كتضحى. ودابا واش الصلح يداوي الجروح؟ واش الصلح لا اختي اللي جرح ما يداوي؟ واش الصلح غيجاوي الجروح؟ وهذا الشيء راه خصك تقوليها انت اللي كطلبي وترغبي في الخاص. واش الصلح غادي يداوي جروح ديك السيده اللي كوميم خرجتي واتاكيتيها؟ قالت لك انا ما درت والو، انا جاوبت غير على راسي. السيده فين قاستك، فين مساتك بخرجات بزاف وانتي كتهاجميها حتى لامومون دوني وجاوبت على راسها. هذه حقيقه اخوتي. فملي خرجتي كتهميها وكتهمي راجلها اللي ما معاكش في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتقولي بانهم صوروك وسجلوك وباعوا الفيديو للقنوات العصابه، قلتي بحال هكا يعني القنوات اللي كتدافع على سعاد. فينا هو عندك ما يفيد في هذا الشيء؟ ملي عرفتي الصح المصحصح كاين خرجتي انا وباش تعرفوا العجرفه اخوتي، العجرفه وديك العجرفه هي اللي غادا تغرقها. ما قدراتش ولو تخرج باعتذار للسيده، ما قدراتش تعتذر. قالت لك انا ما فراسي والو الصلح، وانا غير اقحمت في هذا الموضوع ديال الصلح، وانا ودابا انا غير كان واحد الاتصال من الصحفي ومن هذا تا هو ما عرفتوش هذاك مشى التطريق الله يهديه، وكان وحشاتها لي قالت لهم الصحفي اللي واحد النهار كان كيخسروا اليوم كيصوب. المهم راك عارفين ديك الفلسفه ديالها. وعاد اخوتي قالت لكم انا اللي بغاوها المتتبعين واللي بغاوها القنوات نديرها، علاش لا ما نكونش مبادره للصلح؟ من امتى الحبيبه؟ يا كنتي انا اقوى وانا قويه، علاش ما قديتيش تقدمي واحد الاعتذار رسمي للسيده؟ علاش؟ عاد كطلع معاها النباحات. شوفي الصلح يكون واخا هي ما تبغيش الصلح، انت كوني المبادره، واخا هي تقول لا زعما ديك اللعبه ولا راه السيده متشبته. وقلتها لكم اخوتي في الفيديو، قلت لكم راها قالت تعتذر لجميع القنوات، وهذا الشيء راه البارح قالوه في المنصه ديالهم. قال لك حنا ما نعتذروا لحتى شي واحد، ما لناش درنا، لانه كما كان الحال اورغانزا كتشوف دوك الناس اللي كانوا معاها في واحد النهار وبقاو معاها، قنوات اللي يعني خرجت كتهاجم غزينو كتشوفهم بانه تضروا بسببها، وكتشوفون بانهم كانوا ناس كانوا معاها وبقاو معاها. فهي كتقول الا كان مثلا شي صلح هادشي قالته والبارح فيكون اعتذار رسمي لهاد القناه، وبطبيعه الحال هادشي اللي ما غيديروش المنتوفات، وهادشي اللي ما غاداش ديرو مدام غزينو. واش كتخيلوا اخوتي غتخرج هي غتعتذر الاورغانزا وهي ما اعتذراتش الدفاع بقامته وبالثقل ديالو القانوني؟ ما اعتذراتش ليه. كتخيلوها زعما هي دابا كتصيفط في الخاص؟ لحقاش اخوتي هذه هي الشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه ما غاداش تعتذر، وفي الخاص غتبرك الطلب. وهذا الشيء اللي كيروج دابا في الخاص على هذوك اللي جاو داروا دابا المبادره وقال لك حكا وحنا غنديروا الصلح، هادو غا من ديتهم من راسهم ما تشاوروش معاه. انا ما عارفه والو، انا غير اقحمت. وقالت واحد الكلمه خطيره اخوتي، جات حتى الاخر وكملت الباهيه. قالت لهم واحد التعليق جاني، انا ما عرفتش فين قرات التعليق، هادشي اللي كيدور في دماغها. قالت لهم واحد التعليق جاني قالوا لي الا كانت الصلح غيفقص الضفه الاخرى فعلاش لا؟ دابا يعني هي راه باغا تصالح زعما غير سوا ديزون تفقص الناس. ايوا لا حبيبتي ما تفقصي ما والو، السيده ما مسامحاش لك. وعرفتي ملي ما خرجتي
كتقولي بانه توضعوا بيا شكايات وبانه الناس اخوتي اللي كيكتبوا لي في التعاليق اعتقال ما تعتقال، انا ما عارفه لا اعتقال لا حتى شي حاجه. حنا كنهضروا على ما يروج. الشكايات راه كانت شرحت بهم اورغانزا بانها حطاتهم فعلا، قلت لكم نهار مشات المكناس. اما واش داروا شكايات ولا داروا شكايات جديده ولا تعتقلات ولا الله اعلم، انا ما عارفاش. حنا كندويو على داكشي اللي خرج من فم المعنيه بالامر صافي. هادشي اللي صرحت به السيده. وعاد مدام غزينو راك عندك واحد الشكايه ديال هيئه المحامون وديال الاستاذ الدودي بطبيعه الحال، وعاد جاياك الاستاذه الرقاني. يعني هي ديك الخرجه ديالها خوتي عرفت راسها غير التلان. دابا راه ما بقاتش مع سعاد، دابا راه ما بقاتش كدوي على ناموسه بحال ديك اللي مطلعه معاه البارح. بالله عليك مرا كبيره ما عرفت عندها 90 عام ولا 80 عام وخارجه كتهضر بديك الطريقه وخارجه كتسب وتشرشم في عباد الله. حشومه هذيك راه كما كان الحال راه واحد الام. انتي اش لك في هذا الموضوع؟ دابا هي اش دارت؟ طلعتها معاه في هذا باش هي زعما تقول لا واخا هذا غير انتي قولي الصلح ماشي مشكل، واخا هي ما تبغيش راه حنا غادي نطلبوا، واخا هي ما تبغيش حنا غنوركوا عليها. واخا توركوا عليها والله لا تنازلت، لانه هاد سعاد اورغانزا راه قالتها بفم اخوتي. قالت انا جلست معايا 48 ساعه. واش هادشي قالت ولا لا؟ قالت جلست معايا 48 ساعه وقلعتها وعرفتها اشنا هي. فالسيده ملي جلست معها عرفاتها شنو كتسوى، وعرفاتها واحد السيده ناكره الجميل. فإلا مشات دارت لها التنازل فما يخفاش عليكم ان السيده بعد غدا ولا بعد غدا تخرج الضرب فيها ثاني عادي في المعادي. وهادشي راه كديروا غزينو، يعني ما كاينش غرام ديال المشكل. وعاد غادي نهضروا اخوتي، نشوف واش كيتسجل هادشي. عاد غادي نهضروا خوتي على الفيديو اللي خرجت به بنت سعاد الكبيره. الفاكتوره مثل الفاكتوره الضو زعما في اشاره منها لان داكشي اللي كيقولوا حنا راه غير كنضحكوا بيناتنا. تخلصي الفاكتوره الضو ما تخلصي والما اختي حنا اش كديروا به؟ حنا غير كنسيقوا ما عرفت 100 وشحال درهم ديال الماء، حنا غير كنسيقوا به. وخرجوا كيحشيو في الهضور. فكوني على يقين بنت سعاد راه ما غاداش تسلمي من شر غزينو، ما غاداش تسلمي منها لانها شاده عليك الصحيح. ودوك التسريبات اللي كيوصلوا للقنوات كنا نتمناو انك تسائلي، وهذا هو اللي كان السبب ديال ديك الغضبه، انك تسائلي وتقولي شكون اللي خرج هذا الشيء. فانتي ملي خرجتي بدوك الفيديوهات عرفتي بان هي فعلا اللي كتشوه لك سمعتك، وهي فعلا اللي كتخرج هذاك الشيء ديالك، حيت هادشي واضح وباين هي اللي عايشه معكم في الدار وشي صور في شي بلايص، يعني هي اللي غادا تكون معاك. زيد على ذلك الفيديو اللي سربوا لك في المحطه ولا داك الشيء اللي كيهضروا عليه القنوات من الضفه ديالكم، واللي خرجت رئيسه المنصه كتقول هذا الفيديو كاين وانا شفتو. هذا الشيء اللي نفيتيه انت ايسرى. يعني اخوتي نايضه الشباكيه، حنا هادشي ما كيهمناش، يخلصوا الماء ويخلصوا الضو، كلهم كيدخلوا الملايين دبر راسهم الله يجعلهم ما تجيهم حتى مليون. حنا ماشي سوقنا، حنا كنهضروا على الترويج اللي بغاو يروجوا وعلى الغرق اللي بغاو يغرقوا هاد السيده، لانه كما كان الحال هذا راه المساس بالسمعه ديال دابا انا كيجي عندي شي حد ولا هاد السيده كيجيو عندها الناس. خرجت وحده عبر اليوتيوب كتقول لهم راه سجلتني وباعتني وفيديو انا عريانه، غيبقى يجي عندها شي حد؟ لا ما غاديش يبقى يجي عندها شي حد، غيخافوا منها. علاش؟ لانها متهمه بواحد السيده كتبيع الفيديوهات ديالها، هادشي اللي روجت ليه هي الشايطه. يعني هاد سعاد اورغانزا خاصها دير رد الاعتبار ليها، خاصها ترد الاعتبار وتعرف فعلا ياك هاد الشيء تي قلتي وقلتي عندي فيديو هي سجلاتني وهادشي. فالمساطر القانونيه ديك الساعه اللي كتقولي انا كنعرف نجاوب على راسي وانا كنعرف ندوي، ملي غيعيطوا لك ديك الساعه جاوبي على راسك وقنعيهم، حاولي تقنعيهم. هادشي هو اللي كاين، غتحاولي تقنعيهم بهداك الشيء. انت عاد زيد على ذلك الدفاع الاستاذ خالد الدودي اللي رفضتي انك تعتذري ليه. فبريبارطوا القادم صادم، راه كنقول لك ديما انك تصادفتي مع العطله القضائيه. وكونوا على يقين اخوتي بانه غزينو اقسم بالله العلي العظيم يتعايش واحد العذاب النفسي. راه ما كيرصوش في الخاص، راه ما كيرصوش في الخاص. ودابا قولي وهما دابا باش يبقاو داويين عليه كتزيدهم. راه سمعتو قالت هاد القنوات اللي كيطاكيو عليا، هاد القنوات الحيت بصح كديرها يغرق فيها جمل وكيخرجوا يقولوا لا وهي ما داراتش وهي مسكينه. بحال وحده طالعه معاه البارح كتقول لهم لا شنو الذنب ديالهم، هادو اسره بغاو يديروا اليوتيوب. لا هادو ماشي اسره بغاو يديروا اليوتيوب، هذه اسره
مشوهه. البنت كتخرج تعاير فمها في مواقع التواصل الاجتماعي. رب الاسره خرج كيهين شخص السيد الوكيل المحترم، وهذه تهمه اللي متابع بها ب2 سجنا نافذا وباقي الاستئناف. المدام ديالو باغا دير لنا انقلاب في البلاد وكتشرشم اي واحد وكتداعي وكتنشر ادعاءات كاذبه على عباد الله، سواء القضاء سواء البلاد سواء السيده تجاوزت جميع الخطوط. اخوتي واش افوترافي كتخيلوا هادشي غيدوز لها مرور الكرام؟ راه هادشي فقط مساله وقت، راه هادشي قلت لكم فقط مساله وقت فقط. اللي كيقولوا ليها البارح كتقول هي البارح انا ما درت حتى شي حاجه، انا فقط خرجت جاوبت على راسي. لا، خرجتي جاوبتي على راسك شكل، والاتهامات الباطله في حق اشخاص قصد المساس بالحياه الخاصه ديالهم، لانك وزعتي ادعاءات كاذبه حنينتي. وعاد زياده على ذلك عندك نفس التهم ونفس الشكايات اللي عند بكريشه. فوجدي راسك. وبالنسبه لبنت سعاد عيا والقنوات اللي مع سعاد كينصحوا عادي، حنا راه ماشي انا بعدا شخصيا انا لا امل فيها خيرا زعما من جهه تما، نو با دو تو، لان السيده وصلت واحد المرحله ديال الله رجعه. راه صافي انا ما كنتخيلش دابا الدريه مع امها امبوسيبل، عندها واحد الحقد دافين لامها. غير هو بحال بغات دير واحد الستاند باي، بحال بغات دير واحد المرحله ديال الهدنه. قلنا ما كاين باس، ما كاين حتى شي مشكل، ما كتعايرش ما عايشه روتيناتها، عايشه كذا كذا، دبر راسها شغله، ولكن كوني على يقين انه غتبقاي مع مدام غزينو غادا تغرقك واحد الغرق مبين. علاش؟ لانه هي دابا راه دايره في الخاص، عرفت راسها غرقات. واش اخوتي الشكايات راه ديما الواحد ملي يبغي ينتقد ولا ملي يبغي يهضر، ولا ما راه كنشوفوا قنوات ما شاء الله قنوات كبيره كينتقدوا يعني الحكومه، كينتقدوا يعني رئيس الحكومه، كينتقدوا، ولكن الواحد خاصو يبعد دائما من القضاء، لان مؤسسه القضاء والاحكام اللي في القضاء تصدر باسم صاحب الجلاله، واي مساس لمؤسسه القضاء فكيمس بسيدنا الله ينصرو. باش تجي وحده شيطه على حبابها تجي تتهم لنا القضاء وتقول لنا كتحكموا شيخه، فاحنا نطالبوا التحقيق معها ونطالبوا هذه السيده تفراني وتوقف على حدها. علاش؟ لان هي كتقول مؤثره، والناس بما انها عندها نسبه مشاهده عاليه الناس كتاسبيره منها، كتقول شوف هذه خرجت كتشرشم في المحامين، شوف هذه خرجت كتقول على القضاء وما دار لها حتى شي حاجه، وانا غندير بحالها. وغيوليو يخرجوا لنا انوات، غتبدا تولد لنا انوات ها غزينو ها صفرينو ها كحلينو ها زرقينو، غتبدا تولد لينا. علاش خاص الحد من هذه المساله هذه ما يكونوش رؤفاء بها، لانه فعلا هذه السيده كل نهار كنقولوا غادا تخاف غادا تحشم، ولكن هي كتبين لنا بانه قويه وهي ما كتحشم ما كتخاف. فهنا ملي تم الاستدعاء ديالها ولا توقع شي حاجه راه هما بداو اخوتي كنشوفوا بزاف ديال الاعتقالات في حق بزاف ديال اليوتيوبرز، لانهم كيتجاوزوا الخطوط الحمراء وكيضربوا في القضاء. فغزينو فقط هذه مساله وقت، راه بزاف في الملف ديال حمزه مون بيبي تم الاعتقال ديالهم وكانوا شكايات موضوعه من شحال هذه. ف وجدي راسك الجواب، ما غنقولش لك انا وجدي راسك للسجن، حنا كما كان الحال السجن ما كنبغيو حتى شي واحد، ولكن شي حد اللي يمسنا ببلادنا، شي حد اللي يمسنا بالمؤسسات ديال بلادنا، شي حد اللي يمسنا بسيدنا اللي الله ينصرو، اللي انت كتحداي عباد الله وكيقولوا لك قولي عاش الملك، كتقولوا لهم توصلوني ل 3000 لايك، فاكيد خاصو توضع لك حد ونعرفوك انت منين، انت شكون. ما كنعرفو ما كان انت حتى نطي لينا ما كنعرفوكش انت شكون. فبطبيعه الحال خاص التحقيق معاك. هذا هو اللي كاين بالنسبه للصلح اخوتي. رانا قلت لكم هما المنصه راهم رافضين. البارح كيقولوا الا كان شي اعتذار الا كان شي صلح غيكون مع اورغانزا، واورغانزا راه قالت لكم هي جزء لا يتجزا من المجموعه اللي تاتاكاو بسببها. فنوضي تشلي اوديها وغزينو على سلامتك. شفقت عليك البارح لانه كتباني خايفه بزاف، شفقت عليك البارح لانه كتباني واصله بك العظم، شفقت عليك البارح لانه كتباني مخلوعه، ولكن النرجسيه ديالك ما غطيحك في شر اعمالك. هذا هو اللي غنقول. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اخوتي. كنتمنى تدعموا الفيديو بلايك وبارطاج. الناس اللي معايا هنا في الشات ها واحد البوسه ليكم، خليت لكم راحوا في امان الله. الى الفيديو القادم، السلام عليكم.